في نصيحتين عكس بعض تماما، ومع كده الاتنين مفيرالين ومكسرين الدنيا على السوشيال ميديا. اول حاجة ان الناجحين كلهم بيركزوا على حاجة واحدة. النصيحة التانية ان انت يا ابني لسه صغير في العشرينات، جرب كل حاجة واستكشف. طب يا ترى بقى مين فيهم صح؟ نمشي ورا كلام انهي؟ في الحقيقة الاتنين صح، بس الاتنين ناقصين. كل واحدة ناقصها حاجة، وده لأن بمنتهى البساطة محدش قال التجربة دي المفروض تخلص امتى ونطلع منها بايه. هي دي النقطة اللي هتفرق معانا. وقبل ما نتكلم ازاي، خليني اقولك احنا رايحين فين او عاوزين نوصل لايه اصلا. الهدف مش ان انت تبقى ناجح. كلمة ناجح حاجة subjective، بمعنى ان انت دي حاجة بينك وبين نفسك. كل واحد بيحط لنفسه مفهوم النجاح بالنسبة له. في ناس مفهوم النجاح بالنسبة لها فلوس معينة، في ناس مفهوم النجاح شهادة معينة. فكلمة ناجح دي حاجة subjective، حاجة احنا اللي بنحددها ممكن. ولكن الهدف بتاعنا اللي احنا عاوزين نوصل له فعلا هو ان لما نتكلم عن حاجة معينة، اسمك اول اسم يطلع فيه ومحدش يقارن بيك. بمعنى مثلا لو انا دكتور عظام، فهدفي ان انا لما يتجاب مثلا سيرة جراحات القدم والكاحل، اول اسم ينور في دماغ الناس هو دكتور كيرلس. ده اللي هيخليك في حتة محدش بيقارن معاك فيها. طب احنا هنوصل للمكانة دي ازاي اصلا؟ يعني ازاي اوصل لجزء او لكاتيجوري كده انا ابقى اوت اوف كومباريزن، مفيش حد اصلا يقدر يقارن بيا، انا في حتة لوحدي، خرجت بره المنافسه. طب ازاي نوصل للحته دي؟ خلينا نقول بمنتهى البساطه ان احنا لو بدانا اي سكيل جديده او اي حاجه جديده او اي مهاره جديده مثلا، في خلال 6 شهور انت هتتقن المهاره دي. يعني لو هنتكلم مثلا على الفيديو اديتنج، في خلال 6 شهور انت هتتقن المهاره دي. بس اللعبه مش لعبه 6 شهور. تعالى كده نشوف بعد سنه، هتلاقي ان مثلا 50% من الناس اللي بدات تتعلم فيديو اديتنج وقفت. فبعد سنة بدل ما كان في 100 بادئين بقوا 50. تعال بعد سنة ونص، سنتين، كل شوية في ناس بتوقف، في ناس بتوقف، لحد ما هنوصل لمرحلة ان بعد شوية وقت انت فعليا وصلت ان انت بقالك مثلا 3 سنين عندك كم كبير جدا من السكيلز والمهارات، غيرك اللي كان بادئ معاك في نفس الوقت لسه مش مكمل. فانت دلوقتي اللي معاك اللي حواليك هم لسه بيبتدوا يتعلموا، بعد شوية هيقفوا هم كمان، بس انت في كاتيجوري سابقهم بمراحل، وبالتالي انت بقيت مميز عنهم بكتير، ان انت عندك اكسبيرينس وخبرات كبيرة جدا. هل الموضوع هيحصل النهاردة؟ لا، الموضوع محتاج شوية وقت، ومحتاج ان انت تفضل مكمل. انت مسكت حاجة وفضلت مكمل فيها وقت كافي، خلى عندك كم من الخبرات والمميزات محدش يقدر يقارنك بأي حد من حواليك. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة انت بقيت خارج المنافسة، انت اسمك بقى في حتة تانية لوحده. وهنا برضه انا مش هقولك بطل لخبطة واختار حاجة تفضل كونسيستنت فيها، مستمر فيها 10 سنين من غير ما تجربها. يعني انت في الاول فعلا محتاج ان انت تجرب وتشوف وتحاول، بس في نفس الوقت انت ما تفضلش تجرب مدى الحياة. انت محتاج تجرب علشان تلاقي حاجة تركز فيها. يعني المشكلة مش في التجربة، المشكلة ان التجربة ما بقالهاش سقف، ما بقالهاش وقت معين. خلاص انا هوقف تجربة وهبتدي اخد اكشن بقى، هبتدي امسك حاجة واركز فيها. فتلاقي نفسك ان انت عدى سنة 2 3 4 وانت لسه في الفيز، في المرحلة بتاعت انا بجرب. بس هل انت وصلت لحاجة؟ لا، انت كل شوية بتجرب حاجة جديدة فبتبدأ من نقطة صفر، بتجرب حاجة جديدة فبتبدأ من نقطة صفر. ادي نفسك فرصة ان انت تجرب، بس ادي نفسك برضو وقت تحكم فيه ان خلاص انا كده جربت بما فيه الكفاية، انا محتاج امسك حاجة اركز فيها، بحيث ان بعد سنتين 3 4 اوصل لليفل محدش يقارن بيا فيه. فعلشان كده تعالوا نحط 5 قواعد ذهبية بقى للفكرة دي. اول جولدن رول هي ميزانية الوقت. بمعنى حدد فترة استكشاف. قول انا هاخد سنة ونص مثلا، انت لسه بادئ كلية، هاخد سنة ونص استكشف. في خلال السنة ونص دول أنا عاوز أجرب من 3 ل5 حاجات. 3 ل5 حاجات بس. ليه؟ لأن أنت لو قلت أنا هجرب 30 حاجة فأنت فعلا مش بتجرب، أنت بتتفرج على كل المجالات. ادي نفسك وقت، سنة ونص تجربة. في خلال السنة ونص دول أنا هجرب 3 ل5 حاجات. قاعدة رقم 2 هي الحد الأدنى لكل تجربة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا اتفقنا ناخد سنة ونص تجربة. في خلال السنة ونص دول أنا هجرب 3 ل5 حاجات. طيب هعدي عليهم ازاي؟ هدي نفسي على الاقل كل تجربة 3 شهور. ليه 3 شهور؟ كتير 3 شهور؟ ناس تاني ممكن تقول قليل 3 شهور. لان 3 شهور احنا اتفقنا ان انت علشان تماستر الحاجة تبقى متميز فيها محتاج 6 شهور على الاقل. في خلال 3 شهور انت اديت نفسك وقت كافي تعرف كل الاساسيات وتتعمق شوية. ما بقتش ماستر في الحاجة وما بقتش مبتدئ، اديت لنفسك الوقت الكافي ان انت تجرب بجد. لان لو اديت نفسك اسبوعين في الحاجة هتلاقي ان انت في خلال اول اسبوعين انت لسه مبتدئ
البدايات دايما بتبقى فيها سنة القلق، التوتر، الخوف. هتلاقي ان الدنيا سهلة اصلا، بتتعلم الاساسيات، بس انت لسه قلقان، ففي ميكسد فيلينجز كده ما تقدرش تحكم بيها، مشاعر مختلطة ما تقدرش تحكم بيها. فادي نفسك فرصة ان انت تعدي مرحلة المبتدئ بشوية، فتعرف المجال صح وتقدر تحكم عليه. فعلشان كده ادي نفسك لكل تجربة 3 شهور. القاعدة رقم 3 هي ان انت تجرب الجزء الممل. بمعنى خليك واقعي، كل حاجة ليها الجانب الحلو والجانب الوحش، مفيش حاجة حلوة بس، كل حاجة ليها جزء ممل كده. شوف نفسك في الجزء الممل ده، هل انا اقدر اكمل فيه ولا لا؟ يعني مثلا قررت ان انت هتخش كلية طب وتبقى دكتور، خلينا نرجع خطوة كأنك في ثانوية عامة دلوقتي. فالجانب الحلو ان انت ربنا هيستخدمك فعلا علشان تكون سبب ان الناس تخف، فدي حاجة ساتسفاينج يعني مريحة نفسيا جدا. هتلاقي ان انت شغلانة برستيجيوس او ناس يعني بتدي لك احترام وقيمة، من اكتر الشغلانات اللي الناس بتحترمها طبعا. هتلاقي ان انت مع الوقت قدام عملت فلوس كويسة، فده الجانب الحلو. الجانب الوحش انت هتحتاج وقت كتير للمذاكرة، ارهاق كتير، ضغط نفسي ممكن شوية. هل انا هعرف اخد الحاجتين دول، ولا انا باصص بس للنص الحلو؟ تعال ناخدها مثلا، انت خلاص دخلت كلية مثلا، فانت عاوز تتعلم content creation، عاوز تعمل فيديوز. الجزء الحلو هعمل فيديوهات وهتشهر وهجيب فلوس. الجزء الصعب، هل انت عندك القدرة ان انت تستحمل في البداية تقعد تedit فيديو 6-7 ساعات، وفي الاخر لما تنزله يجيب 100-200 فيوز؟ هل انت قادر تبص للجزء الصعب ده، ولا انت بس باصص للجزء الحلو ومطنش الجزء الصعب عايش في الدلولو؟ لا، خد الصورة كاملة، شوف الجزء الصعب ده هل انت هتقدر تعيش معاه ولا لا. خلي بالك حتى لو انت 6-7 ساعات ومحدش شاف الفيديو، فانت برضو 6-7 ساعات دي مكملة معاك قدام. بالعكس، الناس هتبتدي تتوقع منك ليفل اعلى فاعلى فاعلى، فهتلاقي ان انت محتاج برضو الموضوع فيه ستريس. شوف كل مرحلة انت هتقدر تكمل فيها ولا لا. القاعدة رقم 4 هي ان انت تحط شروط الخروج قبل ما تبدأ. يعني امتى دي كات اوف بوينت، امتى دي نقطة فصل لو اسمها كده بالعربي. مثلا اول ما بدأت ثانولوجي قلنا ان لو في خلال اول سمستر اول ترم ما جالناش 20 طالب هنقفل ثانولوجي. في الحقيقة اول ترم جالنا 300 طالب. طيب ليه حطينا الكرايتيريا دي او الشروط دي في البداية؟ لان كان ممكن ادخل والاقي مثلا جالي 25، اقول لا 25 ده قليل، انا عملت مجهود كبير قوي على 25 طالب بس، انا هقفل ثانولوجي. في حين ان لو كنت كملت كان الترم اللي بعده مثلا هيجيلي 50، الترم اللي بعده 60، وهكذا. او بناحية تاني كنت هبدأ ويجيلي 10 طلاب، فاقول بس يا لهوي 10 طلاب ايه الجمال ده، انا خلاص كده ده انا هسيب الطب واشتغل مثلا في كارير التدريس الاونلاين. في حين ان هو ده مش بيتماشى مثلا مع الكرايتيريا اللي انا حاططها لنفسي. خلينا ناخد اكزامبل تاني، مثال تاني. لو انت مثلا قررت ان انت تبدا تعمل فيديوز على اليوتيوب، حط لنفسك كرايتيريا بحيث ان ما يجيش مثلا في وقت تلاقي في فيديو فايرل فتقول بس انا الكونتنت كريشن ده، صناعه الفيديوهات هي دي مجالي، انا لقيت نفسي خلاص. وفي وقت تاني تلاقي فيديو ما جابش مشاهدات فتقول شكل الكارير ده مش كاريري، الكار ده مش كاري، انا اشوف حاجه تاني. انت هنا لما تبقى جوه الموضوع هتبتدي المشاعر تلعب دور. لكن لما تبقى بره الموضوع من البدايه خالص وانت لسه هادي كده، هتلاقي ان انت بتحكم عقلك زي ما بيقولوا، بتشتغل بالمشاعر، بس برضو في عقل بيدير المشاعر دي. فتحط الكرايتيريا او تحط الشروط الصح والتزم بالشروط دي. بعد كده خامس حاجة ان انت تخش تجربة اصلا هتسيب اثر كويس. بمعنى انت ممكن تخش تجربة واثنين وثلاثة واربعة، ممكن الاربعة دول انت ما كملتش فيهم، ما لقيتش نفسك فيهم، ما لقيتش ان انت حاببهم، ما لقيتش ان انت عارف تكمل فيهم. بس كل واحدة فعليا ثابت جواك حاجة، كل واحدة علمتك حاجة. يعني التجربة الأولى أنت طلعت منها بتعرف تقف قدام الكاميرا وتتكلم. التجربة التانية أنت اتعلمت السوشيال ميديا ماركتينج. التجربة التالتة أنت بقى عندك علاقات، عرفت ناس أكتر، كونكشنز. فأنت كل تجربة هتخشها حاول دايما تكون تجربة، حتى لو فشلت أو ما مشيتش كويس أنت خرجت منها بحاجة. ما يبقاش ان انت جربت حاجة واثنين وثلاثة واربعة وفي الاخر ما طلعتش مستفيد ولا حاجة. حطينا 5 قواعد ذهبية للتجربة. تعالوا بقى ليوم الاختيار. يوم الاختيار هو اليوم اللي انت هتحدد فيه حاجة مناسبة ليك تكمل فيها، مش مثالية، مفيش حاجة مثالية 100%. ولو قعدت تدور على شغلانة مثالية 100% هتلاقي ان انت قاعد بتدور طول العمر. احنا بنختار حاجة مناسبة، اكتر حاجة مناسبة، والحاجة اللي هنختارها دي
هنكمل فيها على الاقل 3 سنين. طبعا دي ارقام سبجكتيف برضو، كل واحد على حسب، بس خلينا نقول يعني الستاندرد او الحاجه اللي يفضل علشان تلاقي ريزلت، علشان تلاقي نتيجه 3 سنين. ادي نفسك 3 سنين انت ماسك المجال ده ومركز فيه. ولنفترض انت اخترت فيديو اديتنج، 3 سنين الجايين دول انت شغال في الفيديو اديتنج. ليه؟ لان بعد ال3 سنين دول هتلاقي ان انت زي ما قلنا وصلت ليفل محدش تاني وصل. ممكن جوه الفيديو اديتنج تبتدي تلعب في المجال نفسه، تغير تخصص، تغير اسلوب، تغير جمهور. يعني بدل ما انت شغال مثلا لإيديتنج ريلز، شغال بقى دلوقتي اديتنج اعلانات، بقيت شغال اديتنج مثلا في دوكيومنتري اللي هي الافلام الوثائقيه. تبتدي تلعب جوه المجال، بس انت محدد انا هشتغل في الفيديو اديتنج 3 سنين الجايين. فاحنا كده عملنا ايه؟ احنا ادينا نفسنا فرصه ان احنا نجرب، جربنا بشروط، وصلنا النتيجة، مسكنا الحاجة دي، وهندي نفسنا وقت فيها كمان 3 سنين. طب هنا ممكن يجي سؤال، أنا بحب حاجات كتير، أمسك حاجة واحدة أموت باقي الحاجات؟ في الحقيقة لأ. خلينا نوضح الفرق ما بين العمود الفقري السباين والهوايات اللي حواليه. يعني مثلا أنا بحب الطب، العمود الفقري أو الحاجة الأساسية اللي أنا مركز فيها 100% هي الطب. طيب عندي هوايات التصوير والفيديو اديتنج وان انا اعمل ويب سايتس، خلاص دي حاجات هتخدم او هبتدي استغلها علشان دي هواية عندي انا بحبها. هبتدي استغل الحاجات دي علشان تساعد العمود الفقري، فابتدي اعمل محتوى طبي، ابتدي اعمل محتوى يتكلم عن الطب، ابتدي اعمل محتوى يتكلم عن شغلي انا كدكتور ويستعمل كماركتنج ليا. فانت عندك حاجة اساسية هي دي الحاجة اللي بتديفاين او انت عاوز تركز فيها 100%، وعندك هوايات ما تموتهاش، بس تخلي بالك ايه هي الاساسي، ده اللي بياخد اهم وقتك، الوقت اللي انت فايق فيه، الوقت اللي انت نشيط فيه، الوقت اللي انت مركز فيه. وحاجات تاني انت هتستعملها، بس دي حاجات اضافية، هوايات انت حاجة بتحبها فبتعملها، بس مش ده الحاجة الاساسية بتاعتك. لو عاوز تخليها مشروع تاني او بروجكت تاني انت شغال عليه، خلي بالك ان ده هياخد من وقتك وهياخد من وقت الحاجة الاساسية بتاعتك. فهل هي تستاهل فعلا؟ هل انت كده بتبني عمود فقري تاني، ولا انت مركز في ان الحاجة التانية دي هي بتخدم الحاجة الاولانية ومش بتاخد من وقتها، مش بتسرق منها مجهود؟ طب ازاي تعرف ان انت وقعت في فخ التجربة اللانهائية؟ لو انا هقعد اجرب الى ما لا نهاية. اول حاجة، مش عارف تسمي حاجة واحدة بقيت فيها احسن بشكل واضح من السنة اللي فاتت. تاني حاجة، كل فكرة جديدة بتحسها احلى من اللي في ايدك فبتبدأ فيها. تالت حاجة، كل ما بتبدأ من الصفر، مش بتبني على محاولة اللي فاتت. رابع حاجة، كلامك عن الاختيارات أكتر من شغلك اللي ممكن توريه لحد. الفيديو ده للأمانة مهم جدا 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 لأي حد لسه في بداية العشرينات أو لسه في أول الكلية، وأنا كان نفسي أشوف فيديو زي ده أول ما بدأت. كان هيفرق معايا جدا وهيخليني أعرف أدي نفسي فرصة حقيقية للتجربة، وفي نفس الوقت أدي نفسي فرصة إن أختار حاجة وأركز فيها. وخليني برضو أشاور على حاجة مهمة، إن السبب اللي بيخلينا مش عارفين نختار هو ممكن يكون الخوف. ان انا خايف اختار حاجة وتطلع مش هي دي، خايف اختار مثلا طريق اركز فيه ويطلع مش هو ده اللي انا هحبه او ده اللي انا عاوزه. ولكن خلينا برضو نقول ان انت لو مشيت بالخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو، هتلاقي ان انت اخترت حاجة حتى لو اخدت فيها 5 سنين وبعد كده حسيت ان انت مش عاوز تكمل، فانت بعد ال5 سنين دول هتكون ثابت فيك عمق، ثابت فيك سكيلز، ثابت فيك حاجات كتير احسن من ان انت بعد 5 سنين تبقى لسه بتدور ومش عارف انا عاوز ابقى ايه. ابدأ، خد الخطوة، هتلاقي ان انت مع الوقت اتغيرت، مع الوقت الطريق بقى اوضح، مع الوقت وصلت للي انت عاوزه. ولو عجبك الفيديو ده فهيعجبك برضو فيديو خوف البدايات اللي اتكلمنا فيه عن ليه اي حاجة جديدة ممكن لسه بنبدأها بنبقى خايفين شوية. طبعا ما تنساش تدوس لايك، سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.